الثاني والثالث، وغيابيا بالنسبة للمتهم الأول بمعاقبة كل من المتهم الأول وليد أحمد خليفة عطية اللي هو المحامي، والمتهم الثاني علي محمود أحمد علي اللي هو المحامي واللي كان بيشتغل مع المتهم الأولاني، والمتهم الثالث حسن أحمد علي محمود اللي هو حضرتك كان وكيل مع وكيل المتهم اللي هو كان موكل المتهم الاول وكان تربطه به صله وكاله، والمجني عليه اصلا بيقول لك ده كان شغال معاه فراش الاول، الله اعلم بصحه هذا الكلام، انما القدر متيقن ان في علاقه وكاله ما بين الثالث والاولاني، وبواسطه وهو اللي وجه ان هو يعمل توكيل للمتهم الثاني. فحكمت المحكمه حضوريا بمعاقبه المتهمين الماثلين، وغيابيا بالنسبة للمحامي أس الفساد اللي هو المتهم الأولاني دوت بالسجن المشدد لمدة 14 عاما، وهو ذات الأعوام اللي هو جابها للمجني عليه، مش أنت اتشطرت وجبت له 14